السلام عليكم. اليوم عندنا هذا الباور سبلاي مال شاشة شونيك LCD 32 بوصة. قبل فترة جتني الشاشة عاطلة والباور هذا ضارب، وكان ما عندي مجال لا أصلحه ولا أصوره، فبدلته مباشرة. عندي كرت نفسه، بدلته واشتغلت الشاشة. هسه صار عندي فراغ، قلت خلي أفحصها. أنا عرفت الفيوز ضارب واكو شورت هنا بهذا الموسفيت او بالدايود او الى اخره. ما دققت عرفت بالضبط، لكن هسه صار عندي مجال، قلت خلي افحصها واشاركه وياكم. قبل ان نفحص نسيت اقول لكم انه احنا مثل ما نبدي كل مره نبدا بالاعطال الظاهريه، بوع على المكثفات بكان شي محترق. هاي المكثفات طبيعيه لهنا، اي حرق ماكو، حرق ظاهري طبعا. اي اثار الحروق ماكو. الكرت نظيف مثل ما تشوفوا. دقيقة. المكثف الكبير طبيعي، لا والله يمكن منفوخ. هذا المكثف الرئيسي شوية منفوخ، اكيد راح ابدله طبعا، بس خليه اشغل ونشوف الطريقة مال الفحص مال اي كرت تاني، طريقتي او الطريقة اللي تعلمتها شلون نفحص. راح نشكل الكهرباء. هاي شكلت الفيشة مال الكهرباء، هاي منها مدخل الكهرباء، منها دخول 220. اول ما نجي نفحص الخرج مال الباور سبلاي. عندنا هاي منافذ مال فيش مال الخروج. نفحص بما انه الباور سبلاي مفصول، اذا فحصنا الفولتيات ال24، هاي ال24 ما راح نلقى فولتي، هاي ال24 ما راح نلقى، ال12 ما نلقى. ليش؟ لانه الباور سبلاي بوضع اوف طافي. بس لازم نفحص الفولتية الخمسة، يعني الستاند باي. هاي ستاند باي ستاند باي نبحثها، لازم نلقى 5 فولت. هذا الافوميتر نخليه على وضع الدي سي ونفحص. طبعا انا بصور بالتليفون بايدي، فراح اعاني شوية. خلي اربط البرد مال الافوميتر بالجهاز على مود افحص. دقيقة. هاي ثبتت البارد مال الافوميتر. نفحص مثل ما قلنا الستاند باي. هاي الستاند باي 5 فولت ستاند باي، يا بن. هذا البن خلنا نحسبه، 1 2 3 4 5. البن الخامس، هذا صفر. البن اللي بصفه خاف متوهم. دقيقة. هاي 0.6. هاي فولتية، يعني ماكو. هسه ايش راح اسوي؟ راح افحص المكثف الكبير عليه فولتية ونشوف. هسه هذا المكثف الكبير ايضا ماكو فولتية، اذا ما واصل المكثف الكبير فولتية. هاي 192 فولت مال دخول الكهرباء، هذا المنفذ مال الدخول. اذا الدخول موجود، والمكثف الرئيسي ما عليه كهرباء. هسه لازم نطفي الكهرباء ونفحص الفيوز، شوف يوصل، واذا لقيناه مقطوع نشوف شو نسوي وراه. هذا ظهر الباور سبلاي. هذا دخول الكهرباء، هذا 220 مثل ما تشوفون. البن داخل 220 رايح للفيوز.
هذا دخول الفيوز مثل ما تشوفونها من جوا، وهذا خروج الفيوز. شوف ماكو شي، وصل الفيوز ضارب. بالعادة الفيوز ما يضرب يعني بدون سبب، تشوفه مقطوع ما دا يوصل. بالعادة الفيوز ما يضرب بدون سبب إلا نادرا طبعا. وهذا دخول الطب للبريدج دايود، طب من دخول الفيوز، خروج الفيوز رايح المكثفات هاي والتنعيم مال الكهرباء إلى دخول البريدج دايود. هذا البريدج دايود، هذا دخول الاي سي مال البريدج دايود، وهذا الخروج منه الدي سي. هسه راح نفحص البريدج دايود. هذا خليت البن مال الاوفوميتر على وضع الجرس على الرجل مال البريدج دايود على الخروج، وهذا الخروج الثاني. شوف اكو شورت بين الحار والبارد، بين السالب والموجب مال البريدج دايود. اذا رأسا نقول هو هذا السبب الرئيسي لانفجار الفيوز او قطع الفيوز، هذا البريدج دايود. احتمال يطلع البريدج دايود هو نفسه مسوي شورت وضارب الفيوز، واحتمال عندنا دائما هاي الحالة تتكرر. تشوفون هذا البريدج دايود مربط ويا من ويا هذا الموسفيت. هذا الموسفيت هسه اشوف لكم اياه. هذا الموسفيت مال رفع الجهد. هسه نشوفه ونفحصه ونتأكد. هذا الموسفيت، هذا هاي الارجل مالته احتمال هو الضارب ومربوط ويا البريدج دايود. ها مربوط ويا البريدج دايود ماخذ من عنده، وهو مسوي الشورت. واحتمال لا البريدج دايود، واحتمال الاوسيليتر مال رفع الجهد. فنفحص، نفرغ الارجل مال البريدج دايود ونفرغ السولدر من عندهن ونفحصها، واذا ما ظل الشورت نتقدم نفرغ هاي الارجل لما نعرف وين الخلل. نزعت هذا المشتت الحراري اللي مربوط عليه هذا الموسفيت. هذا الموسفيت مربوط عليه من الجهة الأخرى هذا البريدج دايود. هسه بما انه طلعناهن خارج البوردة راح نفحصهن، يصير الفحص 100% مضبوط. نفحص بالبداية البريدج دايود. البريدج دايود ينفحص مثلا اذا تفحصه شغال 100%. اذا ماكو على اطرافه اي شورت، اذا ماكو على اطرافه اي شورت ينفحص على السيريا. يعني هاي السيريا اكو دروس على اليوتيوب تعلمك شلون تسوي السيريا، اللي هي تفحص بيها الشغلات اللي تسوي شورت على مود لا يصير انفجار مثلا يعني بالقطعة الالكترونية او كذا ذا بيها شورت. السيريا يشتغل هذا القلوب، هذا القلوب اذا صار شورت يتوهج هذا القلوب. هسه راح نفحص احنا بالاوفوميتر، اذا ما لقينا شورت نرجع نفحص الدخول. هذا دخول ال 220، هذا البنوس دخول ال 220 ومنه خروج البارد. لانه شلون راح نعرف البارد من الحار؟ حاطين لك ثلمه شلون القصه بالبريدج دايود تشوفها هاي منا يعني الخروج الحار ومنا خروج البارد، يعني الموجب والسالب. هسه راح نفحص البريدج دايود خارج البوردة ونشوف. هسه هذا البريدج دايود مربوط به السالب والموجب، ماكو اي شورت، ينطي قراءة. ويا الرجلة الثانية ينطي قراءة، ويا الرجلة الثالثة ينطي قراءة. اذا هذا البريدج دايود مبدئيا ما بي اي شورت. راح نرجي نفحص الموسفيت. هذا الموسفيت يعني خلينا نشوف رقم ماذا يطلع واضح. نص دقيقة. ما طالع واضح. هذا الموسفيت قريته 12N50B. هذا رقم الموسفيت اذا تطلع على الداتا شيت. هسه راح نفحص اطرافه ونشوف. هذا الموسفيت ويا هاي الرجل ماكو شي، ويا البنوس
من ماكو شي، ينطي قراءة طبيعية. ويا هاي الرجل ما ينطي قراءة. خلينا نقلب الأطراف. قلبنا أطراف الموسفيت. ويا هاي الرجل ما ينطي قراءة. ويا البنوس ما ينطي قراءة. إذا حتى الموسفيت شغال ما بيه أي شي. خلينا نرجع نفحص الباور ونشوف شنو اللي دا ينطي شورت. احتمال المكثف الرئيسي نفسه بي شورت. هسه هذا نزعنا المكثف الرئيسي من البوردة وايضا فحصته ماكو اي شورت. باوع هذا نفسه نرجع نشوف توصيل مال الاوفوميتر ماكو اي شورت. بما انه نزعته خل افحص قيمته على وضع المكثفات. شلون نفحص؟ هسه هذا الاوفوميتر هذا وضعه هنا على في يعني على الفولت، نحوله على اي ام اي، نحوله الاحمر الحار هذا، نحوله ونحول على من على قياس المايكرو فاراد والنانو فاراد نخليه على 200، لان قيمة المكثف شقد؟ قيمتها 100 مايكرو فاراد 450 فولت. هسه خلينا نفحص. ما ينطي اي قراءة، اي قراءة ما ينطي. دقيقة والله لحظة ثبته زين. خلينا نقلب حاط السالب على الموجب هذه بالغلط. ماكو اي قراءة. ما عملنا اطخ ويا البارد، اي قراءة ماكو. خل اجيب مكثف عندي افحصه قدامكم ونشوف. هسه هذا المكثف القديم قلنا ما طلع بيه اي قراءة. جبت مكثف عندي مال باور سبلاي ثاني نحطه. طاوع يقرأ 109 مايكرو فاراد. شقد هو قيمته؟ قيمته 120. يعني هذا مستوى يعني شغله يعني مو 100%. 109 مايكرو فاراد. هو المفروض زائد ناقص 5%، يعني الأقل شي 112 113. يعني هذا شغله ضعيف طبعا على المايكرو فاراد. إذا هذا المكثف بخلل 100%. راح نرجع نفحصه. ماكو أي شي. أولا هذا المكثف عاطل، انتهينا من عنده، بس ماذا ينطي شورت. هاي باور أي شورت ماذا ينطي. هذا أنا حاط الحار على البارد، سالب على الموجب، ماذا ينطي أي شورت. معناها الشورت بعده موجود بالباور سبلاي. هسه نفحص ونشوف. بعد ما رفعت كل هاي القطع الإلكترونية، هذا الموسفيت البريدج دايود المكثف، طلع المكثف يعني ما ينطي أي قيمة، يعني عاطل بس ما ينطي شورت. مو هو سبب الشورت بين السالب والموجب مال البورد بين البريدج دايود. وظل هذا طلعت أفحص. رفعت هذا الدايود، رفعت هذا الدايود فحصته بالخارج. راح أشوفكم شلون. ما ينطي شورت. انا نزعته من جهة من البوردة ينطي شورت. نقلب القطب. نفس الشي ينطي شورت. الدايود ما يصير يعني هيك يشتغل. الدايود يمرر التيار من جهة ويمنع رجوعه من جهة ثانية. اذا هذا الدايود راح انزعه، هو مسبب الشورت. راح انزعه واقرا رقمه وطلع من الداتا شيت واشوف له بديل عندي بالورشة موجود او مو موجود. ما طبت على الداتا شيت، لقيت عندي بالورشة نفس الدايود نفس الرقم. هذا الرقم ماله موجود، مكتوب عليه MUR. والله MUR
460 12 32. وهذا الدايود نفسه همين يطلع واضح بالعكس. كاميرا مو واضحة اعذرونا. هم 460 والله يمكن اكو اختلاف بالرقم. هذا 11 22 وهذا 12 32. وين لقيته انا عندي باورات عاطله مال LCD. هذا الباور سبلاي وين توجهت مباشره. اخاف تلقى مثلا قطعه ممسوحه وكذا وعندك باور ثاني من نفس المكان مال رفع الجهد. رحت هذا لقيت هذا الباور سبلاي. هذا باوع شوف البريدج دايود. وهذا ايضا هنا كان الدايود كان هذا الدايود هنا نزعته منه من نفس المكان. واكو بصف الموسفت اللي هو بنفس الباور سبلاي. هذا الجواب همين الموسفت وبصف الدايود فمتقربات جدا ويشتغل واحد بدل الاخر. بس مع ذلك راح اشوف نفس الرقم اذا عندي راح احاول اشوف هذا الرقم الثاني. هذا هم نفسه 11 جد 11 32 11 22. راح احطه مكانه واجرب. هسه راح ارجع القطع بس خلي نفحص الدايود. طلعته نتأكد من عنده قدامكم. هسه هذا الدايود حطيته على الأوفوميتر شلبته. ما ينطي اي قراءة. هسه راح اقلب الاقطاب واشوف. هاي قلب من الاقطاب. تشوفون القراءة يعني ينطي من جهة قراءة ومن جهة ما ينطي قراءة. عكس هذا الدايود كان ينطي شورت بالجهتين. هذا الدايود القديم. هسه راح نركب القطع اللي لقيناهن عطلات. هذا الدايود عاطل نبدله بهذا الدايود. وهذا المكثف الرئيسي ما ينطي قراءة راح نشده بهذا المكثف الرئيسي ونشوف. ورا ما بدلت الموسفت والمكثف الكبير والدايود فحصت بين اطراف هذا المكثف اطرافه بين اطراف البريدج دايود كل شي ماكو. بين اطراف المكثف الشورت موجود. استغربت. اتضح لي انه هوني عابرني وفايتني شغله مهمه كلش. من يصير شورت لازم نفحص كثير مكونات ومن عندنا الموسفتات. انا فحصت بس هذا الموسفت اما هاي الموسفتين فما فحصتهن واتضح لي بيهن شورت. على مود لا يطول الفيديو بدلتهم من نفس هذا الكرت. هذا الكرت بكل القطع الغيارة تنطبق على هذا القطع تقريبا. فبدلت هذين الموسفتين لقيتهن شورت بين اطرافهم شورت مسويات. وبدلت ورا ما بدلتهم فحصت تأكدت ماكو اي شي. بدلت هذا الفيوز ايضا محترق بدلته من هذا الجهاز منه طلعته. تشوفون البكان ماله منزوعه بصف دخول الكهرباء. فمنه نبدل الموسفيت او من يصير شورت لازم نتأكد من كثير قطع. حتى هاي المتسعة نفحصها. المتسعات السيراميكية كلها نفحصها بين اطرافها. هسه راح اشغل واشوف. هسه هذا الاوفوميتر على وضع الدي سي 20 فولت وهذا دخول الكهرباء. شغلت الكهرباء وشكلت السالب ويا السالب. هسه راح نحسب البن مال الباور سبلاي بي اس اون لانه ماكو هاي 12 فولت ماكو اي 12 فولت. هاي 24 ماكو 24. ليش؟ لانه الباور بوضع اوف طافي يعني بس الفولتية مال البي اس اون مال الباور سبلاي يعني العفو مال الستاند باي مو بي اس اون. البي اس اون الاشارة تنطي للستاند باي. يا بن 6 1 2 3 4 5 6. خلي الأوفوميتر يطول. 5.1
هاي مستقرة. هسه شلون اشغل الباور سبلاي واطلع فولتياته واتاكد كلهن مستقرات؟ راح اربط مقاومة بين الستاند باي، هاي الستاند باي البن السادس، ويا كلمة بي اس اون، يعني باور سبلاي اون، فتح الباور سبلاي، تشغيل الباور سبلاي. هسه راح اربط مقاومة 1 كيلو. انا اقدر اسوي جامبر قبل شورت بيناتهم، بس احسن احط مقاومة 1 كيلو ونشوف. هسه هاي المقاومة 1 كيلو اوم، جوزي اسود احمر، 1 كيلو ربطتها بين البي اس اون والستاند باي، انطيت يعني 5 فولت اشارة للبي اس اون الباور سبلاي. هسه راح نفحص الباور سبلاي الفولتيات، نقرا حسب الباور. يقول لك هنا جي ان دي عندك هاي 24 فولت، 23.5، 23.4 جيد موجودة. عندنا هنا ايضا 24 فولت، باوع هاي 24، 23 نفس الشي فاصل 5. عندنا هنا شقد 12 فولت، 11.9 يعني تقريبا 12. هسه هذا الباور سبلاي بوضع تشغيل جاهز. وهاي الاعطال شفناها، هاي الاعطال الثانية اللي ما انتبهت عليها، الموسفتات الرئيسية اللي تخرج ال 24 وال 12 فولت، والموسفت مال رفع الجهد، والمكثف بدلناه، وهذا الدايود كان مسبب الشورت. وهذني يعني الموسفتات الظاهر هن ضربات هذا الدايود اللي انا ما انتبهت عليهم فحصتهم بالبداية. لهنا ينتهي الفيديو، اتمنى يفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.